السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل حاجة جميلة كده. أمنا كانت على طول بتعملها لنا في رمضان، حاجة مشهورة جدا كده. وتعالوا نشوف الفيديو. عندي كده حوالي 2 كيلو برتقان، حطيت عليه نص كيلو جزر. الجزر ده مسلوق وبنسيب المية منه شوية علشان يدي مزازة الجزر وطعمه حلو قوي. ما تسلقوهوش في مية كتير، حاجة بسيطة كده. عندي بقى عصارة البرتقان دي بتسهل لي الدنيا قوي، ان انتي تقدري تعصري عليها على طول. بالشكل ده بعد ما قطعت البرتقان نصين كده، بتمسك البرتقانة بنص الاولاني كده، نبتدي ندوس عليه من الجناب علشان ايدينا ما توجعناش. من الجناب بس كده بالصباع الكبير، هتلاقيها اتعصرت معاكي على طول. بعد ما بتخلصي بقى عصر البرتقانة، بتصفي المية كويس قوي عشان يديكي كمية عصير كتيرة بالشكل ده. الجزء اللي فوق ده بقى احنا مش محتاجينه. بعد كده هنجيب بقى باقي البرتقان بعد ما نخلص خالص كده. بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عمل لي نص الشفشق كده. هجيب بقى الخلاط معايا، نحط البرتقان مع الجزر، وزي ما انت شايفة بتحطي برضو مية الجزر علشان ما تحطيش مية من بره بالشكل دوت. وهضيف معاه كمان حوالي 4 معالق كده من السكر، حسب ما يكون السكر انتي حابة يبقى مزاجك ايه. طعم البرتقان بيبقى مع الجزر بيبقى طعم حلو قوي وبيدي مزازة مع بعض. بعد ما ضربتهم في الخلاط بقى بصوا القوام حلو قوي. حاجة جميلة كده في رمضان، تغيير للأولاد عشان ما يزهقوش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وحاجة جميلة كده من ذكريات أهالينا كانت بيعملوها لنا في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، ومع ألف سلامة.